اهلا بحضراتكم مره تانية. لسه مكملين حلقتنا ان شاء الله تكمل كده على كل السعاده وكل خير على حضراتكم. النهارده ذكرى ال17 لوفاه عملاق الكوميديا المصري والعربي والعالمي يمكن عبد المنعم مدبولي. ذكرى ال17 وعشان نتكلم اكتر عن تفاصيله وتفاصيل حياته وتفاصيل الخطوط الدراميه اللي كان بيقدمها، ويمكن الغالب عليها هو الجزء الكوميدي او الخط الكوميدي، ومين فينا ما يعرفش افيهات لعبد المنعم مدبولي. خلونا نتكلم اكتر مع ضيفي الكريم مشرفنا النهارده استاذ محمد فاضل، ومخرج ومدير الموقع الالكتروني والسوشيال ميديا بالمهرجان القومي المسرح المصري. اهلا بيك استاذ محمد، صباح الفل عليك. صباح الخير. يمكن النهارده زي ما كنت بقول الذكرى ال17 لوفاه عبد المنعم مدبولي، واحد من اهم الاعمده في السينما المصريه. ولو نتكلم عن الجزء الكوميدي فهو ليه مدرسه متميزه وخاصه بيه، يمكن بنقول مدبوليزم، مدرسه عبد المنعم مدبولي. يعني الحقيقه اولا بتشرف بوجودي معاكم هنا، والشرف الاكبر كمان ان انا اكون موجود في ذكرى الاستاذ الكبير العملاق الراحل عبد المنعم مدبولي. الحقيقه يعني هو عملاق الكوميديا واحد اهم الاساتذه اللي اثروا في تاريخ الفن المصري ويمكن العربي كمان. احنا يعني مشهور هو طبعا بالمدرسه اللي اسسها مدرسه المدبوليزم، اللي ذات طابع خاص. يعني هي طبعا كانت اخر اعماله عندنا الفنيه كان فيلم سينما، كان فيلم اريد خلعا مع بطوله الاستاذ اشرف عبد الباقي. كان طالع فيه مشهد او مشهدين تقريبا، بس متميز جدا. يعني هو كان زوج من احد الازواج المخلوعه، صحيح، موجودين في المحكمه يعني. ويمكن يسبقه كمان فيلم اخر كان بطوله الاستاذ هاني رمزي، كان فيلم عايز حقي. كان عامل دور شخصيه الصياد، ويمكن شخصيه كانت مغيره في احداث الفيلم دراميا. والحقيقه يعني هو اعماله السينمائيه او التلفزيونيه او الاذاعيه والمسرحيه طبعا ده بالاساس. يعني هو الحقيقه كان فنان شامل يعني. فكان مؤثر جدا بشكل كبير على الفن المصري. على الرغم يمكن اكلمك عن جيلنا حضر افلام والكوميديا والمسرحيات في التلفزيون او بعد فتره يعني لما كبرنا، لكن الكم مشهد اللي عملهم في اخر الافلام كم كنا تجردنا من فكره الكوميديا معاه الى فكره انه ممكن يخليك تعيط. مشهد واحد ممكن يخليك تعيط، او ممكن يكون مشهد قوي، ماستر سين مثلا في فيلم معين، جمل ما تتنسيش. الكوميديا والاعمال الاخيره حتى لو مشاهد بسيطه، قد ايه هو كان متمكن في الاثنين. يعني لما تيجي تتفرج على عبد المنعم مدبولي تحس انه لا، هو كان ممكن كمان ما يبقاش كوميدي بس. الحقيقه هو فنان شامل. يعني هو يمكن شبه نفسه فتره من فترات بشارلي شابلن. صحيح، لانه هو فنان شامل. هو كان بيكتب مسرح، وكان بيتدخل في الاعداد الدرامي للنصوص المسرحيه اللي بيخرجها. هو كان مطرب ويغني اغاني، سواء كانت الاطفال او سواء كان في الاعمال الفنيه في السينما او التلفزيون او الاذاعه. يمكن تربينا احنا كجيلنا احنا كان في ولد اسمه شاطر عمرو، وكان في توت توت، وفي اغاني كتير جدا للاطفال. دي يعني والحقيقه احنا تربينا على الموضوع ده طبعا في الاذاعه المصريه. طبعا كل الفخر لينا ان هو كان احد اهم الاساسيات اللي كنا نفتح بيها يومنا في الاذاعه المصريه. طبعا يمكن اعمال كتير. بابا عبده مثلا ده كان اهم المسلسلات اللي قدمها. وبابا عبده ده متهيألي كان النقله عند المشاهد من الكوميديا الصارخه الى انك بتتعاطف معاه بشكل كبير. يعني بالتاكيد، لان هو كان طبعا هي مجموعه حلقات كتير جدا اتربينا عليها كلنا في صغرنا، وكان كمان بتقدم رساله للطفل. يعني احنا الحقيقه بنفتقر كتير لاعمال كتير بتقدم للطفل في الوقت الحالي. يمكن احنا اللي مأثر فينا في شخصياتنا دلوقتي هو اللي احنا اتربينا عليه منذ صغرنا في الدراما التلفزيونيه والدراما الاذاعيه. التأثير اللي تم ده هو اللي خلانا دلوقتي نقدر نفكر بشكل واعي وبشكل اكبر، ونقدر نستوعب كل فئات المجتمع من ثقافتنا وعلمنا اللي احنا اتعلمنا منه. الاعمال الكتير اللي هو قدمها طبعا كان ليها اساس في ده. ويمكن كمان لو تطرقنا للجانب المسرحي هو يعني استاذ خرج المسرح من يعني. هو استاذ الاساتذه زي ما بيقولوا. يعني يكفي ان الزعيم عادل امام طبعا احد تلامذته، والثنائي اللي تم كمان ما بينه وبين الاستاذ فؤاد المهندس طبعا ده يعني هو اللي قدم له شويكار اصلا في البدايات. فده كان شيء هايل. هم عملوا ثنائي عظيم في كل اعمالهم، او يمكن في اغلب الاعمال اللي قدموها ما عمرنا ما هننساها يعني. بالاضافه طبعا ان مثلا مسرحيه ريا وسكينه، يعني دي مسرحيه عايشه وهتعيش. كان دور مختلف تماما في ريا وسكينه. طبعا وما كناش متوقعين. متهيألي لو لسه بنعمل مثلا لو نيجي نعمل كاستنج دلوقتي المسرحيه دي ما حدش يتخيل من عبد المنعم مدبولي. لا هي بقت كده خلاص. خلاص يعني هي بقت نفس بالظبط. يمكن احنا كمان بعض الناس ممكن ما تبقاش عارفه هذه المعلومه، ان هو كان الناظر في مدرسه مشاغبين.
لكن ما تصورتش. هو للاسف اعتذر عن العرض قبل مم. تصوير المسرحيه التلفزيونيه. لكن هو سنوات طويل بيعرض مع مجموعه المتحدين شخصيه الناظر اللي قدمها الاستاذ الراحل حسن مصطفى. ده كان يعني هو اللي عمل شكل الشخصيه وافيهات الشخصيه. كان لو ركزت شويه هتلاقيها ان هي افيهات عبد المنعم مدبولي. صحيح صحيح. فيعني وطبعا كل الشباب اللي كانوا معاه وقتها طبعا هم اساتذتنا دلوقتي، الاستاذ احمد زكي او الاستاذ عادل امام او الاستاذ سعيد صالح او الاستاذ يونس شلبي، كلها من تلامذه عبد المنعم مدبولي. كان زي ما حضرتك قلت ثنائي مع فؤاد المهندس امتد لمجموعه كبيره جدا من الافلام السينمائيه. الحقيقه لحد دلوقتي الافيهات بين الثنائي يعني موجوده حتى طبعا. مع السوشيال ميديا دلوقتي تلاقي انه ممكن كوميكس موجوده بافيهاتهم. قد ايه ممكن فنان يعيش بافيهاته او بالجمل اللي بيقولها على مدار سنين واجيال كده؟ لان مدرسه المدبوليزم اللي هو اسسها دي معتمده على الافيه المصنوع من سرعه البديهه وسرعه الحركه. يعني ممكن تركزي في اعماله الكوميديه شويه، بيعتمد على رد الفعل السريع سواء كان جسديا او سواء عن طريق الرياكشن نفسه بتاع الممثل. ده في الاول. فتلاقي دايما الافيهات او الجمل طبعا اللي هي الرد السريع اللي هو بشكل كوميدي اللي هو الافيه السريع الحاضر زي انه حاضر طول الوقت كان. صحيح. فبالتالي الافيهات دي مع كوميديا الموقف اللي بتحصل فتلاقيها طول الوقت راسخه في ذهن الناس. عمرنا ما هننسى طبعا الافيهات دي. فات كتير يمكن مسرحيه رايه وسكينه يعني يشيلوا الميتين اللي تحت دي ما زلنا طول الوقت بالظبط. يعني وفات كتير طبعا الاستاذ رحمه الله عليه يعني عمرها مع يعني هتفضل عايشه معانا كتير قدام الحقيقه. شفنا افلام كتير قوي ما بين الثنائي فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي، لكن على المسرح الامر كان مختلف بالتاكيد لان هو كان مخرج اكتر من هو ممثل على المسرح. مع ناس كتير ممكن ما تعرفش معلومه انه لا طبعا هو كان مخرج ده احد اهم مخرجين مصر طبعا. هو كان بيخرج للاستاذ الراحل فؤاد المهندس بعض اعماله. ويمكن عندنا انا وهو هي يعني اكبر دليل على الاعمال العظيمه اللي اتقدمت وقدم فيها الاستاذ عادل امام طبعا. لكن هو مخرج ومؤلف وموسيقي وكاتب وكل الحاجات. هو فعلا فنان شامل يعني وراقص كان في فتره من فترات البدايات بتاعته. الجيل ده يا استاذ محمد زي ما حضرتك بتقول كده بنلاقي ان هو عمل كل حاجه، يعني سواء هو سواء عادل امام سواء فؤاد المهندس سواء سهير بابلي نفسها شويكار كانوا مش عايزين نقول غنى كطرب لكن اداء. يعني كانوا بيرقصوا كانوا بيمثلوا كانوا بيعملوا استعراض في اوقات كتير. كانت معاهم كمان ميرفت امين في بعض الافلام. يعني كان في مجموعه كده مع عبد المنعم مدبولي او هم كانوا مجموعه في الوقت ده. تلاقي انه ما فيش حاجه اسمها فنان انا مغني فجاي يعمل دور، انا ممثل فجاي يعمل دور، لا هم بيعملوا كل حاجه بنفسهم. مظبوط. احنا ممكن نستفيد ايه في الوقت الحالي بقى واحنا بنعلم حتى لسه الجيل الصغير اللي بيتدرب حتى من اطفال جيل المسرح اللي طالع جديد؟ يعني الحقيقه في البدايه خالص طبعا الموهبه اللي بتبقى موجوده عند المتمرن او يعني الموهوب في بدايه حياته الفنيه بيثقل ده بالدراسه سواء كان اكاديميه الفنون او سواء كان في قسم المسرح او المعاهد المتخصصه. ده شيء مهم جدا. بعد كده يتدخل الى بوابه الاحتراف سواء عن ممارسه الفن في دروس الثقافه او ممارسه الفن في بيت الفن المسرح بيت الفن الفنون الشعبيه قطاعات الثقافه المختلفه الى يتجه ثم بعد كده للميديا السينما التلفزيون. يطرق كل الابواب دي يعني حتى ياخد خطوات قدام. لكن اهم حاجه التمرين. هم الميزه اللي كانت عندهم ان هم طول الوقت في تدريب على التمثيل وتدريب على الرقص وتدريب على الغنى. يمكن اختلاف الزمن شويه خلى الحاجات زي ما بيقولوا ايه يعني تيك اواي يعني الحكايه صحيح. سريعه شويه. فالحاجات عندنا في الوقت الحالي ما بتاخدش حقها في التمرين. يعني ما بياخدوش فعلا عايزين يصوروا بسرعه صحيح. عايزين يخلصوا المسلسل عايز يبقى نجم بسرعه عايز يبقى نجم بسرعه طبعا. لكن في الحكايه يعني مراحل لازم يعدي بيها عشان حتى ما يبقاش النجاح السريع. النجاح السريع بيروح بسرعه صح. لكن النجاح المتعوب فيه على مدار سنين وتمرين وتدريب يمكن بيعيش اكتر من كده. مدرسه المدبوليزم او المدرسه الخاصه بعبد المنعم مدبولي والنهج بتاعه في الكوميديا هي ممتده معنويا لحد دلوقتي، لكن على ارض الواقع هل ليها امتداد؟ يعني هل في ناس نقدر نقول ان هم واخدين المدرسه دي ماشيين بيها بنفس بالتاكيد؟ يعني احنا حتى في انا راجل دارس مسرح. لما درست المسرح ده درست مدرسه المدبوليزم. ما زال حتى الان في المعاهد او في اقسام المسرح
بندرس هذا اللي الامر. بيفرق عنها عن باقي مدارس المسرح او هي مدارس يعني مش عندنا مدارس، في مدارس اخراج وفي مدارس تمثيل وفي مدارس في الديكور وفي يعني اساليب مختلفه ايه المميز ومتنوعه. عنده لو وجهه نظرك كمخرج؟ المميز عنده اللي هو الكوميديا السريعه المبنيه على الموقف نفسها. يعني هو بيشوف الموقف الفلاني او بيفتعل الموقف الفلاني عشان يقدر يقول عليه افيه يليق بيه ويكون سريع الرد. وفي نفس الوقت كان بيستخدم جسمه، ممكن يضحك حركه من جسمه سريعه، سرعه البديهه في جسمه ورياكشنه هو ده اللي يخلينا نضحك. فيمكن في دلوقتي فنانين كتير بيستخدموا نفس الموضوع طبعا، زي استاذ احمد حلمي، زي استاذ محمد هنيدي، في اساتذه كتير جدا بيتابعوا محمد هنيدي اكثر طبعا الفنانين. يعني في فنانين كتير جدا على الساحه حاليا من مدرسه المدبوليزم. عايزه اروح للمهرجان القومي للمسرح المصري. اتكلمنا عنه، هو هيبدا يوم 29 صح كده؟ مظبوط. وهيمتد لحد يوم كام؟ 14 اغسطس. 14. كواليس المهرجان ده اكيد بتبداوا بقى من دلوقتي تحضيرات يعني. كلمنا شويه عن المهرجان، الناس اللي لسه مش عارفه تفاصيل اكتر عن المهرجان، اللي حابين مثلا هيبقى في عروض ممتده، هيبقى في ندوات، يعني كلمنا اكتر عن المهرجان. الحقيقه السنه دي بتشهد هذه الدوره بالدوره السادسه عشره، ابتداء من زي ما حضرتك قلتي 29 يوليو حتى 14 اغسطس على اغلب مسارح القاهره. الدوره السنه دي برئاسه النجم الكبير محمد رياض كويس. ومدير المهرجان الاستاذ الفنان ياسر صادق. الدوره بقى السنه دي هي مختلفه تماما لانها دوره تحمل اسم الزعيم عادل امام. الحقيقه يعني احنا السنه دي بنحتفي بيه سينمائيا ومسلسلات وافلام ومسرحيات وكل اعماله. الحقيقه وجوده في الفن يعني هو شرف كبير جدا لينا، ويمكن نروح في اي حته سواء جوه مصر او خارج مصر نقول عادل امام بقى يعني ايقونه ماركه مسجله زي ما بيقولوا، ايقونه عادل هرم من الاهرامات مصر الحقيقه يعني. صحيح. فالسنه دي بنحتفل بيه وعندنا كمان مجموعه من المكرمين المتميزين جدا طبعا. عندنا النجم محمد محمود، عندنا النجم رياض الخولي، عندنا النجم الدكتور سامي عبد الحليم. عندنا عدد من الفنانين كتير جدا طبعا، نجم خالد الصاوي، نجوم كتير جدا على الساحه يعني هيتم تكريمهم ان شاء الله. طبعا المهرجان بيقام تحت رعايه وزاره الثقافه والدكتوره نيفين الكيلاني. الافتتاح ان شاء الله هيكون في دار الاوبرا المصريه يوم 27. بيشهد طبعا عدد كبير جدا من عروض مسرحيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها، اكتر على من مستوى 40. الجمهوريه يعني احنا ما بنتكلمش بس افضل على 40 القاهره عرض على مستوى واسكندريه. الجمهوريه، لا انا افضل 40 عرض على مستوى الجمهوريه بيتقدموا على مسارح القاهره. وبيتم طبعا هو مهرجان تنافسي فبيبقى فيه جوائز وكده يعني. وكمان في مجموعه من المحاور الفكريه بتتقدم السنه دي، ومجموعه من الاصدارات الكتب وكتب خاصه عن المكرمين وعن الاستاذ طبعا الكبير عادل امام، عن مرحله حياته سواء الفنيه او الاجتماعيه واعماله المسرحيه. عندنا عدد من الفعاليات كتير جدا. عندنا ورش بيقدمها الاستاذ احمد مختار والفنان شادي سرور والفنان خالد عبد السلام. بمناسبه ورش عشان ده بيهم الناس كتير قوي وقطاع كبير من المهتمين بالمسرح. عايزه ما اعرفش حضرتك ينفع تدينا تفاصيل اكتر عن الورش دي مثلا؟ هل حد ممكن يقدم فيها من دلوقتي؟ اشتراكها بيبقى لمده معينه مثلا هي مده المهرجان؟ هل في الاطفال ليهم شق في الموضوع ده؟ احنا امبارح كان معانا بطل صغير ولطيف جدا ومؤهل انه يكون نجم مسرح، كان بيتكلم عن المسرح بشكل انه ما تخيلناش ان طفل مثلا عنده 10 12 سنه يتكلم عن المسرح بالشكل ده وبيحب المسرح وشايف ان هو ده اهم حاجه. فهل بتاهلوا ممكن في الورش دي اطفال ولا لسه الموضوع تاهيل الاطفال في الورش ده؟ لا هو احنا بالفعل في ورش بس تابعه لوزاره الثقافه مش في المهرجان القومي للمسرح. في عندنا ورش تابعه لفرقه المسرح القومي للاطفال. عندنا فرق في فرقه مسرح القاهره للعرايس. عندنا ورش كتير جدا في اصول الثقافه المخصصه للطفل، سواء كان في باليه او في موسيقى او في تمثيل او رسم. في اظن ان المسرح رجع يعني انا هرجع تاني من المهرجان، بس بما ان حضرتك اتكلمت او يعني جبنا اسم مسرح العرايس، في فتره من الفترات السابقه اخر يعني من 5 6 سنين كده كان المسرح عموما البريق بتاعه قل شويه، بعدين رجع مره تانية يعلى، بعدين رجع ندخل فيه الاطفال مره تانية ونحيي مره تانية فكره فن المسرح العرائس، لانه الحقيقه في كم من الرسائل مهمه جدا للاطفال. متهيألي احنا اغلبنا اتربى على مسرح العرايس واستفدنا منه. جيل التكنولوجيا لا
جيل التكنولوجيا عشان تجذبه بمسرح اصلا بصرف النظر عن عرايس او غير عرايس صعب قوي. الصعوبه انتوا ده بتواجهوها ازاي كمخرجين عن مسرح؟ طريق السوشيال ميديا والترويج للعروض المسرحيه. الحقيقه احنا بدانا مم. في الترويج للعروض المسرحيه في اخر 5 سنين او 6 سنين من العصر الحالي، يعني ان احنا بدانا نستخدم الاعلانات الخاصه على الفيسبوك للترويج للعروض المسرحيه سواء كانت للاطفال او للكبار. هي الوسيله دلوقتي الاساسيه والدعم الاساسي للدعايه عن طريق السوشيال ميديا. بما ان حضرتك مدير بقى الموقع الالكتروني وكمان بتعاون مع البيت الفني في بعض العروض المسرحيه وبقوم بتسويقها يعني بتشوفي الكترونيا. انه متابعه الجمهور على السوشيال ميديا المسرح متابعه قويه؟ يعني بالتاكيد ان بيبقى مردوده على صاله ولا العرض مقتصر على جمهور المسرح بس؟ لا والله خالص. مردود الاعلانات اللي على السوشيال ميديا وعلى المسرح وجمهور المسرح الحقيقه ان بدات مسارح كتير جدا بدات ان هي يجي لها جمهور ما كانش بيجي المسرح ده قبل كده، ومن سنين طوال ما كانوش بيجوا. استخدام الاعلانات خلى الناس دي تقبل على المسرح مره اخرى. الحقيقه ان اختيارات كتير بترجع للاستاذ الكبير خالد جلال اللي هو رئيس قطاع الانتاج. ده هو يعني ده استاذ ومطلع اجيال بقى اخر يعني هو 6-7 دفعات هم الابطال دلوقتي يعني. هو بيشغل حاليا منصب رئيس قطاع الانتاج وهو القائم باعمال رئيس البيت الفني للمسرح. واختياراته طبعا موفقه للعروض المسرحيه اللي بتنتج، عامل اساسي طبعا بيساعدني انا في الترويج للعروض المسرحيه. يعني من غير ما يكون في منتج قوي مش هعرف اسوق بشكل كويس، وخصوصا لما يبقى في دعايه شفهيه عن العروض المسرحيه. يعني ده اللي بيساعد الموضوع شويه ان العروض يكون ليها اقبال. الحقيقه انه كمان برضو خلينا ندي حضراتكم حقكم، لانه حتى النصوص اللي بيتم عرضها اخر الفترات هي نصوص جاذبه جدا لقاعده كبيره من الجمهور الشباب. وفيها جزء استعراضي لطيف، يعني انا حضرت الفنان عادل الحسين وكتير جدا، وفيها ابهار من الديكور وابهار من الاضاءه، وفي يعني كنا زمان نقول ايه، الناس حتى من الدول العربيه تيجي عشان عادل امام. مظبوط. كان مسرح عادل امام ده او سعيد صالح او في اسامي معينه كان ليهم مسرح، وده اللي انا جاي له، يعني جاي له كل سنه. لكن دلوقتي لا، دلوقتي بقى في كم من الفنانين الشباب مبهرين الحقيقه، والنصوص نفسها متوافقه، يعني حتى لو نص ادبي قديم بعيد احياء مره ثانيه، ودي بنشكركم جدا عليها، لان انتوا دخلتوا زي ما بتقول جمهور جديد على المسرح. بالتاكيد. حتى يمكن لو هنرجع تاني للمهرجان، احنا بنستخدم مثلا عندنا دلوقتي ابلكيشن الموبايل بيخليك تتابع الفعاليات دي طول الوقت لحظه بلحظه. يمكن بالاضافه طبعا للسوشيال ميديا والفيسبوك والموقع الالكتروني بتاع المهرجان عشان لازم تكون مواكب. بالظبط. يعني عندنا الابلكيشن متوفر على الاندرويد او اي او اس الايفون. نقدر ان احنا نداونلود الابلكيشن ده، نتابع لوزاره الثقافه طبعا، بنتابع الفعاليات اللي بيحصل في الندوات اللي بيحصل في العروض بشكل يومي. يعني ده نقدر نتابع من خلاله، وده بيساعد شويه ان حتى المتابعين او المحبين للمهرجان من محافظات اخرى ان هو يشوف. يعني مش لازم اسافر عشان اتفرج على ندوه ولا عرض ولا ورشه، لا اقدر اتابع ده بشكل اونلاين لحين ان انا اقدر اجي اسافر القاهره عشان اتفرج على فعاليات المهرجان. من الحاجات المهمه كمان اللي الحقيقه كانت بدات تنتشر برضو اخر، بس دي شفتها اكتر اخر 3 سنين الحقيقه، وجود عدد من العروض في محافظات مختلفه. ويمكن كان في بعض المحافظات بتشتكي انه ما عندناش عروض مسرحيه، او عندنا عايزين ورشه مسرح، عايزين شبابنا يتدربوا على المسرح. فبدا يبقى فيه، ودي لفته عظيمه، لانه انت بتعمل دمج في المجتمع مش بس مركزيه، حتى في الثقافه. مظبوط. احنا عندنا ورشه مهمه جدا اسمها ابدا حلمك، تابعه للهيئه العامه لاصول الثقافه، بتجوب كل محافظات مصر. كويس. يعني مؤخرا هي دلوقتي بتعمل ورشه في العريش، ويعني ده شيء بالنسبه لنا يعني مهم جدا الحقيقه، يعني. لانه هذه المنطقه يعني كانت محرومه شويه من الفعاليات مهدور حقها شويه في الثقافه، فالى حد ما بنقدر حاليا نقدم لهم عروض مسرحيه هناك، ورش مسرحيه، افلام سينما بتتعرض تبع سينما الشعب تابعه للهيئه العامه لاصول الثقافه. فعاليات كتير طبعا بيقدمها سواء كانت اصول الثقافه او البيت الفني للمسرح بالتعاون مع بعض، ان هم يروحوا يعرضوا عروض مسرحيه في المحافظات. ردود افعال الناس ايه هناك؟ نعم. ردود افعال الناس هناك ايه اللي والله بتحضر يعني هايله جدا جدا جدا. المسارح بتبقى كومبليت الحقيقه. يعني التعطش اللي حاصل ليهم ان هم ما شافوش بقالهم كتير قوي مسرح او فن او ورش، بيخليهم مجرد بس ما بيسمعوا ان في عرض مسرحي جاي من القاهره او من اسكندريه او تبادل المحافظات، يعني بيبقوا في انتظارنا بكل ترحاب الحقيقه. يعني تحيه كبيره لكل جمهور المسرح في كل محافظات مصر. الحقيقه في سؤال مهم جدا دايما كنا بنساله، في اوقات بعض النصوص بتبقى ملائمه مثلا
انه هي او يعني تعرض في القاهره او اسكندريه، لكن بعض المحافظات شويه هل ممكن قابل انه يعيد احياء النص او تغيير بعض المصطلحات او الالفاظ بناء على اني رايح المحافظه دي فما ينفعش ان انا يعني اعرض بالشكل ده، ولا لا النص بيفضل هو نفس النص في كل محافظه؟ الحقيقه ان اختيار النصوص من البدايه بيبقى ده مم. معمول حسابه ان اصلا العروض دي غالبا هتلف في كل محافظات مصر، فبالتالي بيبقى اختيارها من لجنه القراءه التابعه للجهات الجهه المنتجه بيخليه طول الوقت شايف ان العرض ده لو راح الصعيد هيتقدم ازاي، لو راح القاهره او المركزيه في القاهره يتقدم ازاي، لو راح اسكندريه او راح في اقاليم اخرى يقدر ان هو نفس العرض ما يتغيرش فيه حاجه ويقدر يواكب ثقافه المحافظه اللي هي رايحاها. والحقيقه مع تطور يعني السوشيال ميديا ومع تطور الثقافه المجتمعيه خلاص الموضوع ده يعني بدا يتلاشى. كان زمان يعني شويه بالظبط كان زمان شويه ممكن يكون موجود، لكن حاليا يعني كلها اونلاين يعني. صحيح يعني حتى كنا نقلق زمان من طرح بعض الموضوعات اصلا مظبوط على المسرح في محافظات مختلفه، لكن اظن فعلا انا التطور اللي حصل طبعا في المجتمع يعني هو ده اللي خلى الموضوع يواكب الامور يعني. بمناسبه المهرجان القومي او في تطور في شكل العرض، يعني انا حضرت مسرحيات لشباب مستقل بينزلوا ممثلين يتفاعلوا مع الجمهور، وده ما كانش موجود قبل كده، او كنا نستغرب هو ايه ده صح ده غلط. يمكن محمد صبحي مره او مرتين عملهم تقريبا على المسرح بس كان تفاعل بسيط وخلاص. لكن الاداء والشكل، انا حضرت مسرحيه تانية مثلا كانوا العدد مقتصر على 25 متفرج وكانوا كاننا قاعدين في مطعم او كافيه، فالاشكال بتاعه المسرح اتغيرت. هل ده كمان معاكم في المهرجان انه في تنوع في اليات العرض وتطور الفكر عند الشباب في طريقه طبعا العرض؟ طبعا ده لان اقول لحضرتك على حاجه، في عندنا مسرحيه بتعرض حاليا في مسرح الطليعه اسمها بيت روز. بالظبط هي بيت روز مثلا احنا عندنا مسرحيات لطيفه جدا طبعا على جدا يعني جدا انصح كل السيدات تروح. محمود جمال الحديني ومدير مسرح الطليعه الاستاذ عادل حسان. مسرحيه بتدار كانها في كافيه، 4 بنات بيحكوا حواديت والجمهور قاعد كانه في نفس الكافيه ده بيسمع حواديتهم. الى ده قالب من القوالب المسرحيه المقدمه. في قوالب اخرى بتعتمد على التفاعل فعلا والمشاركه وشاركه الجمهور في الراي نفسها. وفي قالب اخر بيعرض للجمهور مجرد ان هو بيبقى وسط الجمهور، زي العروض اللي بتقدم مثلا في مراكز الابداع، في عروض مسرح الغد، عروض مسرح القاعه نفسها. في شكل قالب استعراضي، قالب موسيقي، زي مثلا حاليا بيقدم سيدتي انا على المسرح القومي، خرج محسن رزق وبطوله النجم نضال الشافعي والنجمه داليا البحيري. عندنا في مسرحيه طيب وامير محقق نجاح كبير جدا في المسرح ميامي، بطوله هشام اسماعيل وعمرو رمزي وتامر فرج. الحقيقه طيب وامير برضه من المسرحيات طبعا. طيب وامير دي من المسرحيات اللي متهيألي عملت ضجه كبيره، مكمله المسرحيه لحد دلوقتي. جمعه سبت حد يعني عملت ضجه كبيره وكأن الناس عندها اشتياق للمسرح. دي حقيقه. والحلو انه كنا لما نيجي نروح لهناجر مثلا نشوف الجمهور شباب او المهتم بالمسرح، لا دلوقتي انا بلاقي تاني زي اهالينا زمان الفاميلي او العيله رايحين بنفسح ولادنا او ده الويك اند رايحين بنحضر مسرحيه. ودي اظن من الخطوات الكويسه جدا لتطور المسرح او تطور طريقه الجذب. بالظبط، هو الناس بقى عندها وعي كبير باللي بيحصل، وزي ما قلت لحضرتك ان السوشيال ميديا اثرت فيهم فبداوا يشوفوا الاعلانات المسرحيه دي وفي اماكن في وسط البلد مش بعيد عنهم، فبداوا يقولوا طب ما نيجي نشوف في سواء عن طريق يحضروا ورشه ويتفاعلوا معاها او عن طريق حضور عرض مثلا في الهناجر. يمكن بيحصل حاليا عرض انتاج ورشه اخراج الاستاذ شادي سرور اسمه قرب عرض بيدار في سيرك من العروض المتميزه يعني اللي بيقدمها الهناجر في الوقت الحالي. ورشه كلها شباب ما فيهاش نجوم. صحيح. والحقيقه ان العرض كله كومبليت طول الوقت. فده كان نجاح هو كبير. اصلا مدرسه شادي سرور يعني مدرسه طبعا مختلفه. هو بيحب يعني طول الوقت مع الشباب وبيدعمهم الحقيقه. بيحب يتحرك على المسرح، بيحرك تلامذته موجوده دلوقتي نجوم انا واحده من يعني. تلامذه شادي طب سرور ده يعني بوجه له طبعا كل التحيه والتقدير. الناس اللي عايزه تتابع كل تفاصيل المهرجان من يوم 29 لحد يوم 14 هيدخلوا على موقع المهرجان او صفحه المهرجان القومي للمسرح المصري او موقع المهرجان ntfeg.org. يقدروا يتابعوا اي فعاليات عن المهرجان واخبار المهرجان كلها. والعروض المسرحيه متاحه بقى للجمهور طبعا مجانا، والورش مجانا. العروض مجانا بالتاكيد.
طب دي حاجه دي هايله، انا حاجه اظن هايله. بقى يعني مفيش احسن من كده. اسبقيه الحضور طبعا الناس طبعا كلها، يعني طبعا. بدعوهم دعوه دلوقتي موجهه لكل الجمهور بتاعنا مم. ان هم يعني ينورونا في كل مسارح مصر في التوقيت من 29 يوليو حتى 14 اغسطس، مم. يستمتعوا ب 40 عرض مسرحي من افضل مم. العروض المسرحيه المقدمه على مستوى الجمهوريه. يعني هي دي على مستوى الجمهوريه دي عجباني انا قوي، طبعا لانه بصراحه انا بحط نفسي مكان الناس اللي مثلا في محافظه مختلفه ومش قادر يسافر عشان يحضر عرض مسرحي، فدي حاجه لطيفه جدا بنشكركم عليها جدا. ايه فاضل معايا دقيقه بالظبط، ايه اللي حضرتك تحب توجهه سواء لجمهور المسرح او حتى الشباب اللي يعني زي السينما المستقله بقى فيه دلوقتي، سمعت مصطلح مسرح مستقل، طبعا لكن موجود ومعروف لكن ما كناش بنفهمه احنا كجمهور. يعني توجه لهم ايه كلمه سواء للجمهور او حتى للشباب اللي يعني اصحاب المسرح او محبين لا والله المسرح؟ يعني بتوجه لهم ان هم يجوا يدورونا في كل مسارح مصر. مسرح الحمد لله يعني في نجاح، في تقدم. موضوع ان احنا بنقول ما اصل ما فيش مسرح ما فيش حاجات، يعني لا، الناس تنزل الاول تتفرج وبعد كده تقرر هل في مسرح ولا ما فيش مسرح. صحيح. يعني اتمنى الناس تيجي في كل مسارح مصر، مختلف قطاعات الوزاره، والمشاركه في كل الورش الفنيه والاعمال الفنيه اللي بتتم. الاعمال كلها مجانيه. والتذاكر للعروض المسرحيه في تابعه لجهات الانتاج يعني التذاكر مخفضه جدا، 50 جنيه 100 جنيه 75 جنيه. يعني تذاكر ممكن ما تلاقيش في القطاع الخاص بارقام اخرى ومبالغ اخرى. يعني سهره اسريه ممكن ما تكلفكش 200 وفيها معاني فيها رسائل في الاخر بالظبط. فيعني هينبسط، وسهره غير مكلفه خالص مدعمه من وزاره الثقافه، فهينبسط. هو بس ينزل وياخد القرار ويشرفنا، واكيد هيستمتع بالعرض المسرحي. الحقيقه بشكرك جدا جدا ضيفي الكريم استاذ محمد فاضل، مخرج ومدير الموقع الالكتروني والسوشيال ميديا بالمهرجان القومي للمسرح المصري. وزي ما قال استاذ محمد اتبسطوا جدا لان المسرح ده الحقيقه وسيله ترفيه وتعليم وثقافه من اقوى الوسائل، يمكن مش عايزه اقول اهمها او يمكن من اهمها. ومتهيألي فتره المهرجان هتبقى فتره عظيمه جدا لكل محبي المسرح والفن تتبسطوا فيها مع اولادكم. بشكرك جدا استاذ محمد، نورتنا. ميرسي حضرتك. فاصل مشاهدينا ونرجع نكمل مره ثانيه، خليكم معانا.